السلام عليكم. الفيديو النهارده هنتكلم فيه عن الفاكتورينج كومبانيز. الفاكتورينج كومبانيز اللي احنا قلنا هنتكلم عنها المره اللي فاتت وما اتكلمناش. طبعا ما اتكلمناش لسبب انقطاع حصل من عندي بسبب ظروف سفر وبسبب شويه امور تانية، ولكن الحمد لله احنا دلوقتي بنعمل فيديوز كده وبنحاول نعمل لها شير معاكم. الفاكتورينج كومبانيز انا كنت اخر مره عملت لها منشن من بعيد كده، ولا اتكلمت فيها بتفاصيل ولا قلت اي حاجه، ولكن هو ده اول فيديو انا كنت حابب ابدا بيه، نعمل ريفرشمنت كده يعني، وعلشان كمان يكون مكمل للفيديوهات اللي فاتت. طيب الفاكتورينج كومبانيز احنا بنتكلم عن اللي مش عارفها يعني عن شركه ثيرد بارتي، هي شركه خارجيه تماما بتديك الفواتير اللي المفروض البروكر بتاعك يدفعها لك بعد 30 يوم او 45 يوم، بيديها لك وقتي. بس العمليه دي بتتم ازاي؟ ده اللي هنتكلم فيه. ولكن قبل ما نتكلم فيه هنتكلم شويه مع الناس اللي داخلين جديد للبيزنس وسامعين سمع خير كده ان الدنيا حلوه ومزهزهه. فاول حاجه بيعملوها الناس دي هم انه يقول لك اوكي، يعني انا بدل ما اشتغل في وير هاوس، بدل ما اشتغل مش عارف ايه، يعني خصوصا او خاصه لو الناس دي ما عندهمش مثلا كارير معين، ما عندهمش شهاده معينه، يعني مثلا مش انجينير، مش دكتور، مش ممرض، مش اي حاجه بشكل اكاديمي او وظيفه هو قادر يطلع منها دخل كويس. فاغلب الاعتماد في الدخل عند الناس دي عن ان هو يشتغل عند حد، او ان هو يشتغل حر، زي ان هو يبيع ويشتري في شويه حاجات، ويشتغل اوبر وليفت وما الى ذلك يعني. فاول ما بيسمع كده هو بيقول لك الناس اللي في التراكنج بتعمل فلوس كويسه جدا في الاسبوع، فانا في الاسبوع اقدر اعمل لي 5-6 آلاف دولار صافي، ولا اعمل لي 7-8-10 في الاسبوع. وطبعا اللي سمعوا الكلام وقال له يعني انت يعني you can get your own truck، ويا سلام لو الكريدت بتاعك مظبوط تروح تشتري تراك وتفاينانس والدنيا تبقى حلوه وتنزل انت تشتغل، فالدنيا تبقى متظبطه معاك على اخر ايه 100 فل و10. فصاحبنا بيروح يقول والله يا بلاش. طيب هتعمل ايه يا معلم؟ هروح اشتري تراك. اوكي يا معلم، وبعدين معاك كام؟ والله انا معايا مبلغ ما، خلينا نقول مثلا معايا 20,000 دولار، معايا 10,000 دولار، معايا whatever. سواء كان المبلغ ده يشتري له تراك مستعمله، وليكن تراك بوكس تراك بحالتها متواضعه ولا حاجه، وعامله لها 20 30 40 whatever. وطبعا كل ما بتنزل بالرقم كل ما كانت بتعلى بالريسك وبتعلى بالبروك داون تايم يعني. فبيبتدي يقول انا هشتري، فبيروح يشتري، اما ان هو يحاول يشتري كاش، فبيروح يشتري حاجه متواضعه، او بيروح يشتري يدفع داون بيمنت ويقسط الباقي وينزل يشتغل. طيب معاك فلوس ايه تانية بقى؟ يقول لك لا، ما انا خلاص بقى كده هدفع التأمين والحمد لله على كده بقى الفلوس هتيجي بقى يعني، ولا ايه؟ فيكتشف ان الفلوس ما بتجيش. ينزل يعمل كل حاجة تلاقيه موجود في الماركت، سواء كان الراجل دوت عربي او امريكي، بيسأل how to get a load. اول حاجة ازاي يا جماعة اجيب حمولات وباسعار كويسة وعايز اشتغل وابقى جنب البيت، وليكن او وات ايفر هيشتغل اوفر ذا رود. بس سؤاله اول حاجه ان انا عايز اجيب شغل. طيب يعني انت داخل ومش عارف تجيب شغل ازاي؟ عديناها. هيلاقي الناس بتقول له ديسباتشر، عليكوا على ديسباتشر كويس. هيبتدي يكتب انا عايز ديسباتشر، هيخش له الديسباتشر يتفق معاه والدنيا تمام، ينزلوا يشتغلوا. اول حاجه معاه كام في جيبه انت ما تعرفش، معاه فلوس قد ايه انت ما تعرفش. فالديسباتشر يبتدي يجيب له شغل، ويقعد بقى الديسباتشر هو كمان عايز يثبت نفسه، فيجيب شغل ويجيب شغل ويجيب شغل. والله اعلم طبعا الشغل يعني بغض النظر سعره كويس سعره مش كويس، it's not the point right now، مش ده موضوعنا. ولكن بنكتشف ان صاحبنا ده بعد اسبوع
مش عارف يدفع للديسباتشر، او بيدفع للديسباتشر بس هو قاعد كده مش مبسوط. ليه؟ انا ما كنتش اعرف انه البيمنتس بتاعه البروكرز هتكون 45 days. اهلا بيك. طيب وبعدين كلمهم لنا يدفعوا لنا. لا، ما بتمشيش كده. بعض البروكرز ما بيمشيش معاك كده، بالذات لو انت نيو اثورتي، او بيقول لك والله هخصم منك اكس. وفي ناس ما بيخصمش منك اي حاجه، بيقول لك this is the policy، انت you signed a rate agreement او انت accepted the dispatch sheet. سواء كان الكلام دوت في الفريت، سواء كان في الهوت شوت، في الكار هولينج، في وات ايفر. المهم انه بيحصل عصره كده للسواق ان هو معهوش فلوس، ومعهوش فلوس دي مصيبه في اللوجيستكس، لان اللوجيستكس مبنيه على الاوبريشن، الديلي اوبريشن. انت كل يوم عندك كوست، عندك التامين، عندك الديسباتشر، عندك الجاز، عندك المينتننس، عندك الروتين مينتننس اللي بتحصل، عندك اكلك وشربك، عندك بيتك، عندك حاجات كتير جدا. طبعا كل ده بيبقى متحمله مين؟ في المقام الاول متحمله الكارير، متحمله الراجل اللي هو بتاع البيزنس، صاحب البيزنس. طيب العمل ايه يا جماعه؟ مفيش حد هيدفع لنا. هيقولوا له ايه؟ عليكوا على الفاكتورينج كومباني. تعالى بقى نمسك في الفاكتورينج كومباني ونبص عليها. طيب الفاكتورينج كومباني اللي ما يعرفهاش، هي ثيرد بارتي، حد طرف ثالث خالص. بتتعامل معاه، تديله الفواتير بتاعتك، يدفعها لك immediately او within 1 or 2 days، في خلال يوم او يومين، وهو يحصل من البروكر. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان هو بيشتري الدين بدين. بيشتري الدين بدين، بمعنى انه انت عملت مثلا تريب او عملت حمولة ب $1000. طيب ال $1000 دي انت محتاجها علشان عايز تصرف على البيزنس، لسه ما جالكش فلوس وما كسبتش. اوكي، ايه رايك نديها لك؟ بدل ما نديها لك 1000 نديها لك 950، وانا احصل انا مع نفسي من البروكر ده. فاللي بيحصل ان هو بيقول اوكي ليتس دو ات، لان انا عايز فلوس، محتاج فلوس وقتي. طيب المعامله دي من الناحيه الشرعيه، وانا الكلام للناس اللي يهمهم من الناحيه الشرعيه، لانه بعض الناس دي really don't care يعني، وطبعا كل واحد حر. بس كونك حر في اتخاذ القرار ده مش هيخلي الحكم يتغير علشانك، او هيخلينا نقول كلام مختلف. يعني انا اشتغلت مع ناس حاطين فاكتورينج كومباني، بس it wasn't my idea، وانا I do not recommend it، وانا بتعامل معاهم من باب ان هم مفروضين عليا جوه الشغل، لكن انا I do not recommend it. I fight them actually. انا بحارب موضوع الفاكتورينج كومباني من باب الحرمانيه اولا، ثانيا بقى من ناحيه البيزنس. طبعا وجه الحرمانيه فيها شراء الدين بالدين، ده في نوعين تقريبا من انواع الربا. انا مش متخصص، ولكن انا بحثت فيها واجتهدت في ان انا اسال اهل العلم، وكانت الاجابه ان هي ربا. مش مطلوب من حد انه يجادلني في الكومنتات، لان انا مش جاي اقنعك بحاجه، انا جاي بقول اللي انا شايفه واللي انا بشتغل بيه. طيب فكده خلاص عدينا الجزئيه بتاعت ايه، لا ربا مش ربا، اتس نوت يعني، خلاص ما تتكلمش معايا في الموضوع. طيب انما الناحيه الثانيه بقى، انت من البدايه لما سمعت الرقم اللي زهزه عينيك وقال لك ادخل المجال وهتعمل فلوس والدنيا هتبقى حلوه، ما فكرتش في يوم من الايام انه اي بيزنس بيحتاج فلوس عشان يشتغل؟ ولا انت قلت انا ايه، هفتح صدري كده وهخش بكتفي في التراك وازقها نجيب فلوس؟ الدنيا ما بتمشيش كده. اللي بيحصل انه انت بتحتاج مصاريف يوميه. المصاريف اليوميه دي how we can cover it you know، هنجيبها منين؟ هنصرف على الشغل منين؟ فما سألتش نفسك، انما او ما قلتش لنفسك، او ما حدش قال لك، الشخص اللي نصحك تدخل المجال قال لك انت لازم تحيد على جنب كده، او تحط لنا على جنب مبلغ معين
علشان التشغيل لحد ما يجيلك اول شيكات. طيب الناس بقى بتخش للاسف من غير ما يكون عنده المعلومه دي، فبيقع في ان هو يدي الفلوس بتاعته لناس لمجرد ان هو معهوش فلوس. طب انت النهارده 5% مثلا، 2%، 1%، اولا ليه تدخل في علاقه ماليه محرمه؟ ليه تدخل في ربا؟ ماشي. ثانيا ليه تدي برسنتج من الفلوس بتاعتك لحد وانت في غنى عنه؟ بس لو انت كنت بادئ صح. يعني انت لما تعوز تبدا بيزنس ابدا صح. هو البيزنس يعني البيزنس ده مش تراك، البيزنس ده عموما مش تراك، ولا هي ديسباتشر، ولا هي درايفر. البيزنس ده بيزنس زيه زي اي بيزنس، يعني بينطبق عليه كل قواعد البيزنس اللي احنا بنتعلمها واللي احنا بنشوفها والشركات بتقوم ازاي. سواء انت كان عندك رؤيه ان انت تتوسع في البيزنس بتاعك او ما كانش عندك، وانت شايف ان انت هتبقى مبسوط بالفلوس اللي انت بتعملها بشكل اسبوعي، وبيخليك قاعد ما عندكش ديون، مبسوط، your own boss، انت المعلم بتاع نفسك، وانت مدير نفسك، وانت اللي بتحط الخطه، وانت اللي بتقول يلا اوكي. وسواء انت عندك بوتنشال ان انت تكبر البيزنس ونجيب تراك، والتراك تجيب تراك، ونعمل حاجه كبيره خالص، ده كمان بيزنس. يعني سواء كده او كده انت خاضع لقوانين البيزنس، وانت خاضع اللي بيحصل جوه البيزنس. ف لو انت بتسمعني دلوقتي وبتفكر في انك تبدا، نصيحتي ليك ما تبداش الا لما تكون عارف كل حاجه عن البيزنس. يعني اخر حاجه تقلق منها هي الدرايفنج، بالذات لو انت هتسوق بنفسك. you're gonna be the company driver او you're gonna be like the owner operator. لو انت هتبقى الاونر اوبريتور، اخر حاجه تقلق منها هي الدرايفر، لان اكبر حاجه تقريبا في المجال او اصعب حاجه في المجال الدرايفنج. انت خلاص you're gonna cover it. بس اللي تقلق منه يا معلم هو الحاجات بتاعت التشغيل بقى، البيزنس بقى نفسه. هنمشي الدنيا ازاي؟ انا هعيش ازاي؟ انا بدي لنفسي مرتب ولا باخد ولا بتعامل ازاي؟ كل دي تفاصيل لازم تبقى انت عندك عليها اجابات، لازم تبقى انت بتتعامل معاها وانت عارف ان انا هتوقع انه الفلوس بتاعتي مش هتجيلي الا بعد شهر، الا بعد 45 يوم هبتدي يخش لي شيكات. طب هاو تو سرفايف؟ يعني انت هتسرفايف بقى في الفتره دي ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. لو انت بتبدا في مجال التراكنج وعايز تكون تراك درايفر في امريكا، لازم تكون مستعد للكلام ده. الدخول في المجال مش، احنا طبعا عمالين بنلف لان انا وصلت للمكان اللي انا عايز اوصل له. لازم تكون مستعد لاجابه السؤال ده، لان الموضوع مش تراك بس. يعني مش وانس ان انت جبت التراك دفعت التامين انت كده حلو، لا، انت وانس ان انت جبت التراك دفعت التامين انت كده في حد بيجري وراك انت مش عارف هو مين. بيلز بقى يا معلم، ادخل بقى في الدوامه اللي فيها حتى وقوفك عطلاه وخساره. يعني مشيانك غلط هيبقى خساره، وقوفك هيكون خساره. طبعا كون ان انت ما عندكش غطاء نقدي يخليك تشتغل وتمشي شهر شهرين، كذلك دي خساره. والنتيجه ان احنا بنشوف ناس بتدخل يقول السلام عليكم ويلف ويطلع تاني، ما بيلحقش يعني يكمل. طيب العمل ايه؟ العمل ان انت تكون دارس ومتكلم مع حد فاهم يديك التوجيهات الصحيحه، وبلاش ارجوك تسمع من حد يقول لك الفلوس حلوه والدنيا حلوه ادخل المجال امورك هتتظبط. هتتظبط، ولكن بالاصول. يعني الامور تتظبط بالاصول، لكن مش هتتظبط وانت داخل على الابيض خالص معايا التراك والدنيا تمام. طيب الفيديو انا مش عايز يطول اكتر من كده. ده كانت وجهة نظري في موضوع الفاكتورينج كومباني. انا مره كمان بقول ان الفاكتورينج كومباني هي معامله ربويه. هي عباره عن طرف ثالث بيشتري منك الفواتير مقابل نسبه من الفاتوره. يعني لو انت معاك فاتوره ب1000، هو هيديها لك 950 مثلا، وهو يحصل ال1000. ده كده هو اشترى منك الدين بدين. المعامله دي محرمه للناس اللي بتهتم بالحلال والحرام. وكمان معامله مؤذيه للبيزنس على اللونج تيرم. يعني انت
هتتعود عليها طبعا، مع مضاعفات بقى الذنوب اللي انت هتعملها دي في موضوع الربا. قابل بقى معلم، لكن انت كمان هتتعود عليها في بيزنس، وهتلاقي نفسك الدنيا ماشيه كده، انا ماشي، هي ماشيه كده، فانا مش هلعب فيها. ف ببعت الفواتير، بتجيلي الفلوس تاني يوم تالت يوم، انا كده تمام. الكلام ده مؤذي ليك. I do not recommend ان انت تفكر بالشكل ده، وان انت هتعتاد عليها ومش هتعرف تطلع. ف بلاش معامله مع الفاكتورنج كومباني، بلاش تستعجل تدخل المجال لو انت مش جاهز. انا نفسي الى الان ما عنديش ترك حتى. كتير فكرت وانا فاهم انا داخل هعمل ايه، لكن اصدقاء ليا كتير نصحوني انه مكانك افضل يا اسلام، اللي انت بتعمله ممكن يكون افضل. بيبقى ليهم وجهة نظر، انا ببقى شايفها وعارفها. اهمها انه لازم تدخل ومعاك فلوس، لازم تدخل وتبقى عارف كذا، لازم تدخل وتبقى. فالنصايح دي الواحد لما بيسمعها من ناس فاهمه بيستوعبها، وبيبقى خلاص هو ده this is right. يعني انا مش هروح اجيب ترك مثلا وانا I cannot drive it مثلا، او انا اقدر اسوقها بس I cannot afford the expenses. يعني ما اقدرش اوفر البنزين، واوفر ان انا بقى اسبوع في الشارع، واوفر الفلوس بتاعه الدرايفر لو عندي درايفر، واوفر الفلوس بتاعه الديسباتش، واوفر. فبلاش الفاكتورنج كومباني. ده كان الفيديو اللي احنا كنا المفروض نعمله. ايدي ضخمه لي كده. طيب انا عامل جروب على الفيسبوك اسمه ديسباتش بالعربي، او Arab Dispatch School، فعايزكم تدخلوا عليه تتابعوني هناك. وكمان اعملوا على القناه هنا سبسكرايب. انا لسه لحد دلوقتي بحاول اجتهد في ان انا احافظ على موضوع الفيديوهات ده، بس صعب شويه. دعواتكم بالتيسير، اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشتركوا في الجروب، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم.